انتم متخيلين وياي انسان عاش قبل 2400 سنة وافكاره الفلسفية الى الان تدرس؟ هو مو مجرد فيلسوف، هو مدرسة فكر متكاملة. اذا حبيت تبني روحك من الجوانب الفلسفية وطرح النظريات العميقة لازم تقرأ الأفلاطون. هو الطالب المميز السقراط والأستاذ اللي خرج أرسطو. كتاب أفلاطون المدينة الفاضلة من أروع الكتب الفلسفية اللي قرأتها بحياتي بصراحة. صحيح كتاب مطول وعميق ويحتاج له بال وذهن صافي. كتاب أبد مو للمبتدئين، كتاب يخليك تطرح السؤال بعدة وجوه وتحصل على نظريات مختلفة بالإجابة. هواي ضاف لي هذا الكتاب. طبعا أفلاطون أسس أول جامعة بالتاريخ، أكاديمية أفلاطون. هذا المكان اللي انولد به التفكير الفلسفي الحقيقي. طبعا أفلاطون ما كتب كتب نظرية فقط، وإنما علم الناس شلون يفكرون بطرحه للقصص والحوارات. وبنفس الوقت بحث على العدالة مو كقانون وإنما كأسلوب حياة. حيل أنصحكم بهذا الكتاب، بس مو للمبتدئين.